تقول لهم ايه يا كابتن كواحد اكيد من النجوم والرموز القدامى يعني انا بقول ان هو دي المواقف دايما اللي بيبينوا دايما معدن جمهور النادي الاهلي. اللي دايما مهم ان اللعيبه تلاقيك دايما في ظهرها، مش هتستفيد حاجه لما توقع واحد واثنين وثلاثه. ده مش هتبني حاجه. كلام كتير بقى انك مستر كارتيرون يكمل، لا مش مكمل، لا هيمشي، لا مش هيمشي. شايف ان ده توقيته يا كابتن علي لا بصراحه؟ طبعا، لا في بطولات كتيره ودي حاجه لازم مهم جدا ان كل الناس تبقى مسانده للجهاز الفني والمجلس الاداره. وهو ده جمهور النادي الاهلي كده، هو ده. محتاجين كلام ايجابي، مش محتاجين كلام سلبي. الكلام السلبي هيوقع اكتر، حتى تقعد تشتم في اللعيبه وتقعد تزعل اللعيبه وتبطل ده. طب وبعد مين هيلعب النادي؟ وبعدين مهم قوي، انا نقطه مهمه جدا طول عمري كنت بقولها. النادي الاهلي دايما لما يجيب لعيبه، يجيب لعيبه عشان تلعب ماتش ترجي، عشان تلعب ماتش افريقي، عشان تلعب ماتش بطوله عربيه. ما يجيبش لعيبه عشان تلعب في دوري. ده اختيار، ده مهم قوي. الاختيار النوعيه دي الفتره اللي فاتت لعيبه دوري غير لعيبه افريقيا. لازم لما اجي اختار لعيب النادي الاهلي انا لازم اختاره ان هو يلعب افريقيا. ما هو انا جايب لعيب ليه؟ عشان يلعب الماتشات دي. هو ده اللي انا عايزه. انت لو لعبت فرقه 97 بتاعت الاهلي ممكن تعمل يعني مع في الدوري اكيد هيبقى الفرقه قلقانه منها برضه، هيبقى هو. لكن لما تلعب بقى ماتش زي الترجي، ماتش نهائي، هو ده اللعيبه هنا اللي تبان مين اللعيب الكبير، مين اللعيب اللي بيديك 100%. عد بقى هتلاقي لعيبه قليله. انا عايز اللعيب اللي يلعب، اللعيب النادي الاهلي هو اللي يلعب الماتشات الكبيره، اللي يكسب النادي في الماتشات الكبيره، زي ازارو، زي حسام عاشور. مش عايز اقول مش عايز انسى اسماء طبعا، وليد سليمان. لعيبه انا في لعيبه ضامنها لما تبقى موجوده. احمد فتحي طبعا، علي معلول، ازارو انا قلت طبعا، اجاي. في لعيبه لما بتنزل انا في لعيبه ضامنها. ازارو كان نقطه تحول في مباراه العوده اللي عمله في انت عندك عربيه بورش قدام، عربيه بورش والباقي. يعني لما تشيل العربيه البورش هيبقى كله هيبقى شبه بعض. كل اللعيبه لعيبه كويسه، مش قصدي لكن ازارو الفتره دي فايق قوي، بينقلك ياخدك في حته ثانيه. هو اللي بياخد النادي الاهلي يحطه في نص الملعب الثاني ويعمل ضغط، بيضغط هنا ويضغط هنا ويضغط سبرنتات. لما تاخد الكوره بتطلع عليه ويقدر بيصنع لك الفرق في اي وقت. فطبعا فرق اكيد يعني.